بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد، وصفة جديدة، حاجة حلوة وجميلة ان شاء الله تعجبكم. هنبدأ بسم الله وعلى بركة الله. هنعمل مع بعض كيكة الذرة او البسيسة زي ما بتسموها. هنبدأ كده بسم الله. مقاديرها سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. انا بعملها في الخلاط. هنجيب كده شفشق الخلاط، وهجيب بقى 3 بيضات او 4 حسب ما تحبي، كوباية سكر. والكوباية اللي هنحط بيها المقادير بتكون كوباية واحدة، ما ينفعش نغير في الكوبايات. هي مج الشاي او الكوباية المعيارية عشان المقادير كلها تبقى مظبوطة. هنعاير بيها الزيت، هنعاير بيها الدقيق، هنعاير بيها السكر. هي كوباية واحدة هنشتغل بيها. انا حطيت كوباية سكر مع ال3 بيضات، واحط كيسين فانيليا، واحط معلقة خل. الخل بيخلي كيكة هشة، وطبعا بيشيل الزفارة مع البيض. فمعلقة الخل مفيدة جدا في الكيكة، بتخليها هشة وطرية. احط معلقة خل، انا بحطها في كل كيكات. ده دقيق بسيسة اللي احنا بنقول عليه، او كيكة الذرة. ده بيبقى عند العطار، او مع الناس اللي بيبيعوا، الفلاحين اللي بيجيبوا الجبنة والبيض. بيبقى معاهم برضو في دقيق ابيض وفي دقيق ذرة. فالابيض بحيث انه ناعم ويبقى قريب من الكيكة. الاصفر بيبقى تقيل شوية. فانا بستعمل ده وبستعمل ده، بس اللي كان موجود عندي كان موجود ابيض. هنحط كوبايتين من الدقيق الذرة او البسيسة، عليهم كوباية دقيق من العادي، وهقلبهم مع بعض، وكيس بيكنج باودر، وذرة الملح طبعا عشان خاطر دي بتظبط معانا الحلويات وسنة. هنجيب كده مع بعض، هضرب الخليط. طبعا هنا في الخلاط محطوط 3 بيضات والسكر زي ما شايفين كده. انا بحط عليهم معلقة الخل اللي قلتلكوا عليهم، وهو الخلاط شغال بضرب المكونات. بكون حضرت المكونات الجافة، اللي هي عبارة عن الدقيق ودقيق الذرة والملح والبيكنج باودر. هضرب بقى تاني مع الخليط اللي في الخلاط. هحضر كوباية زيت. تقدري طبعا تخليها نص زيت ونص سمنة، يعني 3 معالق سمنة وعليهم حبة زيت، او تلت كوباية سمنة بس اللي تحبيه. طبعا هنا معايا دوت اللي في الكيس بشر برتقان. ده اخر حاجة من تفريز السنة اللي فاتت. بشر برتقان، انا ببشره البرتقان وبجففه وبحطه في التلاجة، بس مش بنشفه. ببشره كده وهو طري، وبحطه في كيس تلاجة وبحفظه في التلاجة. فبعمل اي كيكة بالبرتقان اكن البرتقان ده فريش. بيبقى جميل قوي، وجربوه وان شاء الله يعجبكم. احنا في موسم البرتقان، بس انا مرضتش اعملها بالبرتقان عشان لسه هو مش حلو قوي. ومعايا كيس تانج. كيس التانج ده طبعا، او كوباية عصير البرتقان بدل كوباية اللبن. يبقى احنا هنا معانا المكونات السائلة عبارة عن 3 بيضات، كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية عصير برتقان فريش او كيس تانج. تحطي عليه كده مج مية وتدوبيه فيه. ان شاء الله لما البرتقان يحلو كده هنعمل مع بعض طبعا بالبرتقان الفريش، ونعمل بسكويت برضو بالبرتقان بيبقى جميل. هنا كده ضربنا المكونات حلوة اهو. الاضاءة مفتحة عندي اللون شوية، هي اغمق من كده شوية. والبرتقان طبعا بيخليها ريحتها وطعمها جميل. وحتة البشر ديت بتبقى حلوة اوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. هنا بقى اما بنفضل المواد السائلة على الدقيق كده، المفروض ان احنا نقلب في اتجاه واحد. الكيكة ما ينفعش نقلبها في اتجاهين. لو وديناها كده وكده هتهبط منك في الفرن. الناس اللي الكيكة بتهبط منها او بتبقى مش مستوية، بسبب ان بتضرب العجين في اتجاهين. هو اتجاه واحد المفروض يضرب في الكيكة عشان خاطر ان هي تتملي هوا. هجيب صينية مقاس 30، بس اللي انا مستعملة دي 32، عشان انا حابة البسيسة ما تبقاش عالية قوي، فبحب اكبر الصينية شوية. لكن انت لو عايزاها عالية قوي هتحطيها في مقاس 30، انما دي 32. انا حطيت فيها رشة زيت ورشة دقيق كده بدرتها بيه. وهنزل كده الخليط كله. طبعا الفرن شغال، انا شغلت وانا بجهز الكيكة. انا شغلت الفرن. درجة الحرارة طبعا كل فرن طبعا حرارته. انا بحطها صراحة على 200 وفوق 180، بحيث تتحمر من تحت. قبل ما تتحمر من تحت تاخد الوش الذهبي من فوق. وزي ما قلت لك المقادير دي تتحط في صينية 30، بس انا حطيتها في صينية 32. هنا طبعا دخلتها الفرن، وهنا طلعتها ما شاء الله جميلة طرية. بختبرها كده بسكينة او بخلة. طبعا لما تيجي تختبرها من النص، عشان هي الجوانب بتستوي اول حاجة. وطرية ما شاء الله عليها. انا بسلك كده، وطبعا المفروض ما تقطعهاش وهي سخنة، او تقدميها وهي سخنة، تستني ما تهدى شوية. فاحنا طبعا عشان خاطر التصوير كده فلازم اقطع واوريكي كده ما شاء الله النتيجة. ما شاء الله جميلة قوي جنب شاي بلبن في الفطار، او شاي كده بالليل.
ما شاء الله هتعجبك، جربيها. طبعا وشتا بتحب الحاجات دي. كيكة الذرة طبعا بعملها كتير في الشتاء عشان هي صراحة بتبقى جميلة، ما بعملهاش في الصيف. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش طبعا تعملي اشتراك وتفعلي الجرس وتعملي لايك عشان كل جديد يوصلك ان شاء الله. هنا برضو ما تقطعهاش سخنة زيي، انا قطعتها سخنة ما شاء الله، وشايفاها بتدخن طرية ما شاء الله وهشة جميلة قوي. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. هنا طبعا زي ما قلت لك الاضاءة بس هي مفتحة اللون شوية، بس هي لونها جميل. انا واخدة صورة ليها وانا مهدية الاضاءة. جربي وباذن الله تعجبك. طبعا تقدري المقادير دي تستعمليها في الكيكة العادية اللي هي مش دي عادي، مش دي البسيسة. برضو 3 بيضات وكوباية الزيت او زيت على سمنة لو حابة، وكوباية اللبن او كوباية عصير البرتقال والفانيليا ومعلقة الخل. وبرضو بس بدل الدقيق بقى حط 3 كوبايات دقيق من العادي اللي احنا بنعمل بالكيكة. بتبقى جميلة كيكة برتقال، بتبقى حلوة قوي. وان شاء الله هنعملها مع بعض بالبرتقال الفريش، إذا كان بسيسة او الكيكة العادية كيكة الشاي. وان شاء الله الفيديو يعجبك ويكون ضيفة خفيفة عليكي. طبعا لو حابة طريقة اي وصفة اكتبي لي في الكومنتات وان شاء الله نعملها مع بعض واقدم لكم كل جديد. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم ويكون فيديوهاتي بتعجبكم ووصفاتي بتعجبكم ورأيك يهمني في الكومنتات. مستنية رأيك بإذن الله. واشوفكم في فيديو جديد وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.